أنا أقرأ لكم 3 رباطات، واحد إلي والباقيات لشعراء من محافظة ذي قار. رباطين. الله يحفظكم ويسلمكم. هذا أن الختام، لأن أنا أعتبر الشعر الحسيني هو ملك للجميع، والدليل أنه يقرأ الرادود، يقرأ خطيب المنبر، تتوارث الأجيال وتتناقله. الشعر الحسيني هو الخالد، كل الأشعار الباقية تبقى هاي لفلان هاي لفلان، بس الحسيني للحسين. الله يحفظك. السيدة زينب عليها السلام، أنا مهوس الرباط بس خاطر ببالي أن ذكره هنا. السيدة زينب عليها السلام عندما برز أبي الفضل العباس تنظر للإمام الحسين، تقول: عرفت الجروح اللي بالإمام العباس من خلال الإمام الحسين سلام الله عليه. شلون؟ تقول: ها احسب طعنات الكافل، ها احسب طعنات، ها احسب طعنات الكافل، ها احسب طعنات من كم آخي يصيح حسين، احسب طعنات الكافل. عبد الواحد البدري شي يقول؟ يقول: هاج جيش الطب الخيمة زينب، هاج جيش الطب الخيمة، هاج جيش الطب الخيمة زينب، هاج جيش الطب الخيمة، داخل عدها من العباس جيش الطب الخيمة زينب. الله يحفظكم. إلا الرباط الأخير، أنا أول مرة أشوف يعني صراحة من رأيي أنا بهذا الرباط أنه به حنية وسباكة وصورة شعرية كلهن متواجدات بهذا الرباط. شي يقول سيف زيارة الحاتمي؟ يقول: الإمام العباس برز للمعركة، انصابت عينه بسهم، العين الثانية صك عليها الدم جمد، اجى الإمام الحسين مسح الدم عن هاي العين وشافته. شوف شي يوصف القضية. هاي العين اللي بيها سهم شو تقول؟ يقول: هالعين تقل العين ظلت، هالعين تقل العين. أنا أريد صوتكم كلكم بهذا الرباط، لأن راح تصيحون بألم، تصيحون يا حسين من بعده. الله يحفظكم بس صوتكم. هالعين تقل العين ظلت، هالعين تقل، هالعين تقل العين ظلت، هالعين يا هنيالك شفت حسين، العين تقل العين ظلت. خادمكم: العين تقل العين، هالعين تقل العين ظلت، هالعين تقل العين يا